احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحة تملي كده يا رب. في كذا خبر كده عايزين نتكلم فيه. خلينا نبدا بالاخبار السريعه كده. يوسف اوباما خلاص عمل العمليه الحمد لله، عمليه ناجحه، وهيغيب لمده 10 ايام او اسبوع، يعني ممكن 7 ايام ل 10 ايام، وان شاء الله يرجع تاني وبيكون كويس. تاني حاجه، اشرف روح خلاص بيعمل اخر مرحله من مراحل العلاج، وخلاص قرب اللي هو يكون موجود، بس ممكن بعد ماتش فيوتشر، ممكن صعب جدا يلحق ماتش فيوتشر. طب عايزين نتكلم بقى عن الموضوع اللي انا اتاخرت في الكلام فيه، بس انا تقريبا من اول الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده. هو موضوع ان انت ماتش القمه بتاع الاهلي نادي الزمالك، الدور الاول والدور الثاني هيتلعبوا في السعوديه. الماتش الاول هيتلعب في ملعب ابو مبارك، والماتش التاني مش عارف حاجه أنا اسمها كده، ملعب تاني غير ملعب ابو مبارك. الماتش الاول هيكون لماتش الزمالك، والماتش التاني هيكون بتاع ماتش الزمالك. الماتش الاول اللي هيكون على ارض الزمالك، اللي هو المفروض ملعب ابو مبارك، هيكون بالراعي نادي الزمالك. نادي الزمالك هيلبس على التيشيرت بتاعه الراعي بتاعه، وفي الماتش التاني النادي الاهلي هيلبس الراعي بتاعه. كلام يعني ما يخش العقل. ايه الراعي وايه اطلع العب الماتش بره ارضي و... مش مش فاهم. مهزله، في مهزله كرويا بتحصل، في مهزله احنا مش فاهمينها بتحصل. يعني انا مش فاهم هو انتوا بتعملوا ايه. طيب قلنا احنا هنستفاد ايه اما نطلع ونلعب بره؟ طب هل التحكيم هيكون تحكيم مصري ولا اجنبي؟ قالوا لنا لا، التحكيم هيكون مصري بحكام مصريه. طب خلاص يا عم، يعني انا فريق مصري وفريق مصري وتحكيم مصري، اطلع العب بره ليه؟ يعني ده فريق مصري وده فريق مصري وحكام مصريه، اطلع العب بره ليه؟ طيب سيبك من النقطه دي. قلنا هنستفاد بايه؟ النقطه دي احنا هنستفاد بيها. هنستفاد بايه؟ هنستفاد بمبالغ كويسه جدا. يعني نادي الزمالك والاهلي سواء كسبت او خسرت، الاثنين هيستفادوا بمبالغ. هم ما حددوش السعر، ما حددوش الرقم، لكن حددوا ان القيمه هتبقى كبيره جدا. طيب هو عشان خاطر الفلوس يعني المتعه الكرويه المصريه، يعني انتوا فاهميني؟ مهزله. يعني ايه اطلع الفريقين المصريين بالتحكام مصري يطلعوا بره الارض وانا ما عنديش ملاعب يا عم؟ ده انا عندي ملاعب جامده جدا يا جدع، عندي العاصمه وعندي ملاعب كويسه جدا. في ايه؟ الواحد مش فاهم حاجه. في مهزله بتحصل، دي اسمها مهزله كرويا. مهزله كرويا. ومش عايز اخش في نقطه تاني، ودي تخش نقطه السياسه، بس احنا بعيد عن السياسه. ولو اتكلمنا في السياسه فهي نقطه معموله برضو لاجل السياسه، بس احنا مالناش دعوه بيها خالص، هنركنها عشان مش موضوعنا. بس لكن هي نقطه في النقط اللي احنا بنتكلم فيها دي، بس مش عايز اتكلم فيها. فانا مستغرب اللي بيحصل، والله العظيم مش فاهم اتحاد الكره المصري بيعمل ايه فربنا يسترها وما نشوفش بعد كده الدوري المصري يتباع. هو ده الناقص، ان يبيعوا الدوري المصري بكاس مصر، وناقص يبيعوهم بقى، واحنا نتفرج على الدوري السعودي احسن. وبس، سلام.